السلام عليكم متابعيني الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده عنوان الفيديو بتاعنا هقول لكم ايه هو سر شهقة الملوخية اللي محيرة المصريين. بيقولك يا سيدي ان الحاكم بأمر الله كان بيعشق الملوخية جدا، فلما الطباخ اتأخر عليه في تقديم طبق الملوخية وهو ما كانش بيحب الانتظار ابدا، امر السياف بتاعه انه يقطع راس الطباخ. فلما دخل الحراس على الطباخ يا قلب امه في المطبخ وشاف الحراس معاهم السيوف وهو لسه بينزل بالطشة على الملوخية، طبعا اتخض ومن خضته شهق في الملوخية. فلما لقى السيف على رقبته دي يا قلب امه كانت اخر حاجة عملها في حياته واخر طبق ملوخية. المهم الحاكم بأمر الله لما أكل الملوخية دي بتاعة المرحوم عجبته جدا، وقال للحراس الملوخية المرة دي طعمها أجمل من أي مرة فاتت ومميزة. إيه السر؟ قالوا له أصل الطباخ شهق في الملوخية وهو بيحط التقلية أول ما شاف السيف على رقبته، فقال لهم خلاص بعد كده أي حد يعمل ملوخية يشهق وهو بيحط التقلية. عرفتي بقى يا حلوة انت وهي ليه لازم تشهقي على طشة الملوخية؟ بتمنى يكون الفيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش اللايك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. كنت معاكم سمر عبد الحميد من قناة منوعات ووصفات مع أم تسنيم، واستنوني في فيديوهات تانية كتيرة. مع السلامة.